بيبدا فيلمنا بمدير الكليه وهو بيقول ان اللاعب اللي هيقدر يخلي فريقه يفوز في البطوله هياخد لقب ستودنت اوف ذا يير، يعني افضل طالب في السنه. طبعا اللي بياخد اللقب ده بيكون نجم الكليه وكل البنات بتحبه وكل البنات حلوين. في الوقت ده بنشوف ميا البنت الجميله جدا بتشجع طالب روهان اللي بيكون بينافس فريق كامل لوحده ولا كانه اجدع بطل خارق. الفريق اللي قصاده بيقدر يسيطر عليه، ولكن روهان بينطرهم نطره التنين الناريه وبيقدر انه يطير في الهواء وينتصر على الفريق لوحده، وعشان كده بياخد لقب افضل طالب في السنه. في الوقت ده بتيجي اجمل بنت في الكليه اللي كان دايما بيحلم انها تكلمه، وهي مش بتكلمه بس، لا دي بتقول له كمان انا بحبك يا روهان. ولكن كل ده بيحصل في خيال روهان وبيكون قاعد في سيكشن وبيتخيل اللي حصل. بعد السيكشن صاحب روهان بيقول له فوق يا ابني، ميا عمرها ما تعبرك. وروهان بيبدا يفتكر ذكرياته وهو صغير مع ميا وانهم كانوا بيحبوا بعض وبينهم قصه حب قويه جدا لدرجه انهم كبروا مع بعض من الطفوله وكل الناس بيقولوا انهم هيتجوزوا. ولكن ميا بتكون سابته وراحت لكليه تانية. صاحب روهان بيقول له فوق يا ابني، الكليه دي بعيده عن منالك. ولكن روهان بيقول له انا محتاج فلوس كتيره فحت عشان اقدر ادخل الكليه دي. في الوقت ده بتيجي الطالبه الغنيه فحت اللي اسمها شيريا وبتغيظ روهان وبتمشي. روهان بيتعجب ورجل الامن بيجي عشان يكرشه هو صاحبه، فروهان بيتصور مع رجل الامن بيقول له انا صورت معاك وهتصور معاك تاني لما ادخل الكليه، افتكرني بقى عشان جاي لك قريب يا برو. فرجل الامن بيقول له احلى شنبي لو ده حصل. وبعدها صاحب روهان بيقول له يا ابني الكليه دي للاغنياء بس. ولكن روهان بيكون عنده راي تاني. وتاني يوم في الكليه بتاعه الفقراء اللي فيها روهان، العميده بتقول للطلبه ان في بطوله هتحصل على مستوى الجامعات وفريق الكليه بتاعتهم هيشارك ضمن 8 فرق مشاركه، وبتنادي على روهان وبتقول له احنا حاطين كل املنا عليك يا روهان. بنشوف روهان بعدها مع زمايله بتمرن على اللعبه العجيبه الغريبه واللي ببساطه جدا هي صياده السمك ولكن على الطريقه الهنديه. بيتمرنوا حبه تمرين زي الفل، وروهان بيحاول يحفز زمايله عشان يطوروا من مستواهم. روهان بيروح البيت وبيكون حزين جدا، ولكنه بيتفاجئ ان طلب المنحه اللي قدمه لكليه سانتا تريزا بتاعه الاغنياء تبل، فبيفرح جدا وبيحتفل مع عمته. بيطير جري عشان يحتفل وبيديها حبه شقلباظات زي الفل. بيروح بسرعه عشان يتفرج على ميا حب الطفوله، وبعدها بيشد على محل ملابس عشان يتشيك لزوم الكليه الجديده، وبيحلق وبيروق على حاله ويشخبط ويلخبط على اللي فات وبيبدا ويظبط من جديد. خليك جريء، خليك روش، خلي حبيبتك تتروش وفاجئها بالشكل الجديد. بعد ما بتكتمل الوسامه والشياكه بيروح روهان لرجل الامن وبيديله جواب القبول في الكليه وما كانت حلاقه عشان يحلق شنبه. روهان بيدخل وبيتجول في الكليه وبيتفرج عليها وبيعرف انه ما كانش عايش في كليه الفقراء اللي كان فيها. بيدخل مسرح وبيشوف الطالبه شيريا بترقص بكل رشاقه ولياقه. شيريا بنت الاغنياء بتنزعج وبتنادي على بتاع التجي وبتقول له انت يا زفت، انت مجنون، مشغل ايقاع سريع ليه، بطل الايقاع شويه يا فقير يا جربوع. اللي بيحصل ده بيزعج روهان، ولكن بتاع الدي بيشغل لها ايقاع بطيء وبتكمل راس. ان روهان بينادي على ميا وشيريا بتتضايق من صوته العالي. شيريا بتقول له انت طالب فقير حقير عويل، ايه اللي جابك هنا؟ ولكن روهان بيرد عليه بيقول لها سيبك مني انا وخليكي في الايقاع اللي انت بتتحججي بيه ومش عارفه ترقصي عليه. فشيريا بتقول له طب ما تيجي تفرجنا يا بالمفهوميه يا فقير. وروهان ملك الرشاقه واللياقه بيقول لها من عينيا وبيطلع على المسرح بيرقص وبيغزها. شيريا بتسرع الايقاع اكتر عشان يغلط، ولكنه اشبه بالبطه في الماء عزيزي المشاهد وبيفضل يبلبط حبه بلبطه زي الفل. شيريا بتتغاظ جدا من روهان وبتوقع العده وبتقول لهم ابعتوا الفاتوره لدادي وبتمشي. بعد اللي حصل روهان بيقابل ميا اللي بتكون معاملتها اتغيرت معاه ومش عايزه حد يعرف ان صديقها شاب فقير جربوع. روهان بيلاحظ ده فبيسالها عن شيريا اللي قادمه، وميا بتقول لها ابعد عن البنت دي احسن، دي شيطانه في شكل انسانه ممكن تعمل اي حاجه عشان توديك في داهيه يا برو. وبعدين حابه اقول لك انسى امر الفتيات نهائي لان هنا كلهم اغنياء ومفيش واحده فيهم هتبص لك يا فقير. روهان بيكون فاكرها لسه بتحبه بيقول لها انا مش عاوز غيرك انت يا ميا حبيبه قلبي. والاخيره بتسيبه تمشي. بالحاب بيقول لها مالك اتغيرت ليه يا ميا؟ قالت له انا اتطورت وبقيت بنت ناس في كليه محترمه، انا هنا عشان اعمل لنفسي مستقبل واتجوز واتغني ومارش، اما انت يا فقير فشوف لك كلبه يلا باي. بعدها بنشوف روهان وهو مع اصحابه الفقراء اللي بيفضلوا يتريقوا عليه، وده عشان عرفهم ان ميا نفضت له لان عينيها على شاب من ولاد الاغنياء اللي بيشيلوا الموبايل. تاني يوم في الكليه كل الطلبه بيكونوا واقفين والعميد بيتكلم في المايك وبيعرفهم ان البطوله هتبدا خلاص، وبالتالي هيتم اختيار الفريق اللي هيمثل الكليه من الطلبه. بيجي طالب شياكه ومكارم بيقف جنب روهان وبيسلم عليه وبيساله عجباك البنت دي مش كده؟ روهان بيقول له دي مجنونه جدا، وشاب اللي بيكون اسمه مناف بيقول له دي اختي يا بابا، عامه انا بحب اسيبها تستمتع بوقتها. في الوقت ده العميد بينادي بيقول رحبوا معايا بنجم النجوم مناف. روهان بيسال مين مناف ده والواد بيقول له انا يا برو. والعجيب ان ميا بتكون بتشجع مناف بحماس وده شيء بيزعج روهان جدا. بعدها في المسرح شيريا بتروح لروهان وبتساله انت عاوز تشارك في البطوله مش كده؟ روح للمدربه بتاعه الفريق واطلب منها تضمك، انت واد بلدي خشن معضل وهي بتحب النوعيه دي، يلا شد عليها وكلمها. روهان بدوره بيروح يستعرض عضلاته قدام المدربه وبيفرجها قد ايه هو واد
جامد جدا وبيحاول يقنعها تضم الفريق الكليه. وبعد حبه اطالات زي الفل بيتفاجئ ان المدربه مش بتحب المعضلين ولا حاجه، وشيريا عملت في مقلب. ومع ذلك المدربه قالت له انا هديك فرصه تنافس في مستوى اعلى منك، لو نجحت هضمك لفريق دفعتك. وقت المنافسه المدربه بتقول لهم يلا استعدوا للمشاركه في الجري، ريدي ستيدي جو. وبالفعل روهان بيفضل يجري وكل الطلبه بيتفرجوا. بيكون مناف كمان بيجري والمنافسه شرسه جدا بينه وبين روهان اللي بينجح في انه يسبقهم كلهم، وبيسجل رقم قياسي جديد ما حد يسجله قبل كده، وكل الطلبه بيسقفوا له هم مبسوطين. ورغم ان مناف شعر بالغيره من ناحيته الا انه بارك لروهان على انتصاره. ما هو كده هيخلي الحماس والاثاره يزيدوا والمنافسه تشتعل. تاني يوم في المحاضره ميا بتحاول تجر نعم مع روهان وتبعت له ورقه عشان يشارك معه في مسابقه الرقص. ما هو بقى نجم الكليه خلاص. وبعد حبه شد وجذب العلاقات بترجع لطبيعتها تاني بين روهان وميا. وذات ليله بيتمشوا مع بعض وروهان بيشوف ان ميا اتغيرت وان نفسها تفوز في مسابقه الرقص عشان تكون مشهوره في الكليه، ونفسها الطلاب الاغنياء يعملوا لها قيمه. وده طبعا على عكس روهان اللي عاوز ينافس عشان ده شغفه مش اكتر. تاني يوم في التدريبات بنشوف مناف بيحفز روهان، وواضح ان الاثنين هيكون في بينهم تحدي قوي جدا. وبالفعل بيبدا التحدي. بيجي دور مناف وبيحاولوا يحاصروه لكنه بيهرب منهم، وروهان بيبدا يحس بالتهديد. بيجي دوره وبينزل الساحه، كلهم بيستعدوا عشان يمسكوه وروهان بيعمل فيها البطل. بيحاول يهرب منهم لكنهم بيحاطوه من كل جهه وبيطبقوا عليه خطه الكماشه وبيمسكوه بنجاح. روهان بيتخبط في ودانه وميا بتحاول تطمن عليه. في الوقت ده بيدخل عليه مناف بيقول له اسف اني اصبتك، وبالمناسبه دي احب ادعوك لعيد ميلادي اللي هيكون غدا، وحاب اقول لك انك لازم تيجي لابس ملابس تنكريه لابطال خارقين. وبالفعل بنشوفه رايح لابس سبايدر مان ومع ميا اللي بتنبهر بعربيه الولد الغني، وده شيء مش تمام خالص بالنسبه لروهان عزيز المشاهد. في الوقت ده صحاب روهان الفقراء بيقابلوه بالصدفه، وطبعا ميا بتستعر منهم بتقول له روهان يلا بينا سيبك من شويه الجرابيع دول. بيسيبهم وبيدخلوا يروحوا لشله الاغنياء، بينما شيريا بره بتكلم صحاب روهان بتسالهم انتوا صحاب روهان مش كده؟ هو كلمني عشان اديكوا الاقنعه عادي تدخلوا بيها وتشربوا براحتكم. بيدخلوا ويشربوا، روهان بيروح لهم بيقول لهم انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ المكان ده للاغنياء بس. بيتكلم مع اصحابه حبه كلام زي الفل. بنشوف ان ميا كلبه الفلوس بتروح لبناف وبتقول له النادي ده جامد جدا. بيقول لها ايوه عارف هو اصلا بتاع بابا. في الوقت ده شيريا بتنادي على اصحاب روهان وبتقول في المايك احب ارحب باصحاب زميلنا روهان اللي هيباركوا لاخويا مناف ويغنوا لنا اغنيه روشه قوي النهارده. وبتطلب من صحابه يجوا يغنوا هابي بيرث داي تو يو، لكنهم مش بيعرفوا يغنوا، بيقولوا حديبات زيتون وحاجات غريبه جدا لا تمت للانجليزي بصله. وده شيء بيبسط شيريا جدا اللي بتكون فرحانه في اخوها اللي بدوره بيأمر صحابه يطردوا صحاب روهان بره، وبالفعل بيطردوهم زي الكلاب الجرابيع الفيره. ولما روهان بيروح يشوف اللي حصل صحابه بيقولوا له ازاي تسمح يحصل فينا كده يا صاحبنا، واضح انك هتبيعنا عشان ولاد الاغنياء. وهي كلبه الفلوس مش بتسكت بتقول لاصحاب روهان يلا يا شويه فقراء جرابيع من هنا. ولما بيمشوا بتقول لروهان انت ما ينفعش تفضل مصاحب الفقراء دول وتفضحنا وسط زمايلنا في الكليه، شوف لك حل بقى يا روهان. ثاني يوم روهان بيروح الكليه وبيركن العجله بتاعته في المكان اللي شيريا بتركن فيه عربيتها. شيريا بتقول له المكان ده مخصص للبنات، انت بتعبث مع البنت الغلط، ولكن روهان مش بيعبرها وبيقول لها خدي دي وبيسيبها ويمشي. بعد شويه لما بيرجع بيتفاجئ ان شيريا غيرت لون العجله بتاعته وقالت له كده العجله بتاعتك لونها بقى بناتي وممكن تركنها في مكان البنات عادي. بيروح الاثنين للعميد والمدير بيحاول يتودد ويتملق لولد ميا. ولد ميا بيرفع ايده بيديها الكف المتين، بيقول لها عليا الحلال من ديني، لو جت لي شكوى تاني منك لاشيل راس امك دي واحط مكانها راس دولفين. وبيعرف روهان انه هيعوضه عن خسارته، وطبعا روهان بيستغرب ازاي بنت مدلعه زي شيريا بابا بيعملها معامله زي كده. بعد كده بيروح لشيريا وبيحاول يهديها، بيقول لها فداك العجله ولا يهمك، رايك نكون مجرد اصدقاء وبس جاست فريند. شيريا بتقول له لا اجمد كده يا بابا، المسابقه بعد 4 ايام، عاوزك تجيب اخرك يلا عشان استمتع اكتر وانا بهزمك. وبعدين بتسيبه تمشي. بتمر الايام وبنشوف روهان بيتمرن مع بناف، وواضح ان الاثنين علاقتهم اتطورت جدا، بيتكلموا حبه كلام هنود زي الفل مالناش دعوه بيه. بعد كده بنشوف الفرقتين وهم بيتمرنوا على الرقص، روهان بيتمرن مع ميا ومناف بيتمرن مع اخته. وذات يوم روهان بيروح لميا وبيفرجها انه واشم اسمها على ايده، فميا بتفرح بده جدا وبتحضنه. بيجي يوم المسابقه والحماس بيكون مليون وكل الفرق بتنزل ساحه الرقص عشان ترقص. في البدايه بيرقصوا رقصه جماعيه هنديه والتحدي بين الفرق بيكون مولع على اخر عزيز المشاهد. بيجي دور روهان يقدم الرقصه بتاعته وبنشوف كم اللياقه والرشاقه وقد ايه هو واد شاطر جدا. ولما بيرقص مع ميا لجنه المسابقه بتكون معجبه براسهم، ولكن ميا بتقع اثناء الرقصه، وبالتالي اللي فاز في المسابقه هم مناف وشيريا، وطبعا ده عشان هم ولاد ناس مهمين. ميا بتكون حزينه جدا بسبب اللي حصل، ولما روهان بيوصلها مش بترضى تكلمه بتسيبه تمشي. روهان بعد ما بيروح بيقرر انه يروح لميا عشان يصالحها ويكبر بخطرها. والصدمه انه لما بيروح لها البيت بيتفاجئ انها في وضع مش تمام مع مناف وعمال يكبر بخطرها حبه جبر خاطر زي الفل. وقتها بيفتكر ان ميا
وقعت متعمده في المسابقه عشان تخسره قصاد مناف. روهان بينزل لهم وهو مجروح جدا وبيدي مناف بالبوكس، وصدمته في حبه عمره بتكون كبيره، وده لانه شاب ساذج عبيط. عميد الكليه بيطلبه وبيساله انت ضربت مناف؟ العميد بيقول له انت عارف مناف ده يبقى ابن مين عشان تمد ايدك عليه؟ عموما خد ده خطاب طردك من الكليه. ورغم ان روهان قال له ده حصل بره الكليه يا فندم، الا ان العميد قال له يا ابني ده شيء مش مهم، يلا اطلع بره. واثناء ما روهان مروح مناف قال له اسف يا صاحبي بس انا ما بحبش اخسر. فروهان قال له انت ما انتصرتش، انت غشيت يا مناف. مناف بيقول له انت يا فقير كنت فاكر نفسك هتقدر تدرس معانا في كليه الاغنياء وتبقى صاحبنا وكده؟ انت مجرد شاب بيحلم احلام بعيده جدا يا ولد. انا كنت فاكرك هتكون صديقي المخلص، ولكن قررت تكون خصمي ليا، وكمان كنت عاوز تهزمني. بص يا ابن لنفسك انت فين وانا فين، شوف انت جاي منين وانا رحت فين، ده اللي انت حلمت بيه انا متعود عليه. وبعدين يا حبيبي اكيد طبعا مية هتختارني انا. روهان بيديله بالبوكس يخليه صابونه لكس وبيسيبه يمشي. هو ماشي صحاب مناف اتلموا عليه عشان يضربوه، ومناف كمان دخل معاهم عشان يعلموا الادب ويربيه، وبيقدروا انهم يوقعوا روهان على الارض. روهان بيستشعر قوه التنين الناريه وبيهم يعرفهم من بابا، ضربه في الثانيه بيخليهم يقولوا على دنيا سلام. ولكن مناف بيمسك خشبه كبيره وبيضرب بيها روهان، صحابه بيكتفوه ومناف بيكمل في ضرب. بتيجي حبيبته مية كلبة الفلوس تتفرج عليه وهو بيتضرب وبتعيط، ومناف بيمسك روهان وبيقول له انت كنت فاكر انك هتكون نجم الكليه وتاخد حبيبتك مية معاك؟ انت من بلده فقيره يالا، انت كده رسمي خاسر العام. يفضل يضربه لحد ما بيخرجوا من بوابه الكليه. روهان بيحلم انه وقع في الارض ومناف واصحابه مكتفينه، بينما مية بتيجي تقول له قوم يا روهان فبتمل وتسيبه. بيصحى من النوم وهو محطم وحالته يرثى لها، بيحزن انه وشم اسم حبيبته كلبة الفلوس على ايده، وبيفضل يفتكر في ذكرياته معاها وهو حزين. بيروح يقعد لوحده وهو حزين برضه. وفي ليله من الليالي بتجيله عمته تتكلم معاه وبتقول له انت موهوب يا روهان، انت تقدر تعمل اي حاجه. وروهان بيصحى تاني يوم وبياخد عجلته، بيلبس لبس كليته الفقيره وبيشد على كليه الاغنياء. بيروح لمناف بيقول له انت قلت لي اني اكبر خاسر لسنه، ولكن السنه لسه ما انتهتش يا صاحبي. مناف بيمشي ولكن روهان بيقول له انا لسه ما خلصتش كلامي، انا بتحداك اني اخد لقب افضل طالب في السنه. فريق الكليه الفقيره بتاعتي اللي مش عاجبك هينتصر على فريقك، وفي يوم المباراه النهائيه بين فريق وفريقك انا همسح بكرامتك الارض انت وشويه الحصاله اللي معاك. بيسيبه يمشي وسط نظرات اندهاش من الجميع، شريه والمدير والمدربه وكمان مية كلبة الفلوس. روهان بيروح يتكلم مع مدرب وعميده الكليه وبيطلب منهم انه يرجع يلعب مع الفريق تاني يوم شريه بتروح تتكلم مع مية وبتقول لها ممكن تاخدي فلوس وتتسببي في طرد اخويا من الكليه زي ما عملتي مع روهان. مية بتقول لها انت فاكراني ماديه حقيره ولا ايه؟ وشريه بتقول لها اكيد طبعا، اللي تعمل كده في حبيبها مقابل الفلوس ممكن تعمل اي حاجه تاني. ومية بتعمل شريفه عفيفه وبتسيبها وتمشي. على جانب تاني بنشوف روهان وهو رايح لفريقه اللي لسه زعلانين منه، زميله اللي بيغير منه بيقول له اطلع اقعد على الدكه على ما نحتاجك يا بابا، انت فاكر نفسك هترجع تلعب بسهل كده؟ في الوقت ده بتيجي شريه ومعاها جائزه مسابقه الرقص، وهي كانها يعني عاوزه تديها روهان عشان تعوضه. بتقول له بص يا برو، انا عارفه انك اتعرضت للخيانه وانا عاوز اساعدك في طريقه واحده بس لهزيمه مناف ومية، وهي انك تشترك معايا في مسابقه الرقص دي. ولكن روهان بيرمي الورقه وهو غاضب جدا. زميله الغيور بيمسك ورقه المسابقه وبيتريق على روهان وبيقول عليه خاسر وخاين. فشريه بتقول لاصحابه انتوا اللي شويه حمقى، هو خاسر ولكنه مش خاين، انا اللي عملت الحوار عليكم وخدعتكم. روهان ما طلبش مني ادخلكم الحفله ولا حاجه، وبعدين انتوا ازاي هتخلوا دقايق من سوء التفاهم تخسركم صديق عمركم يا شويه حمقى؟ والحمقى بيسامحوا روهان وبينزلوا الملعب معهم تاني. بالليل بيروح لملهى ليلي موجود فيه مية مع مناف، لكنه بينفض لمية وبيروح لشريه بيقول لها انا موافق اشاركك في المسابقه ونهزم شويه الكلاب دول، وبيسيبه ويمشي. ولما روهان بيمشي مية بتقول لمناف وانت بتحبني فعلا ولا انت عاوز بس تغيظ روهان وخلاص؟ قال لها طبعا عاوز اغيظه وخلاص يا بيبي. وتاني يوم بنشوف شريه بتروح لروهان وبتطلع معاها على السطوح، بيبداوا يدوها حبه تمارين زي الفل، وكل الجيران بيكونوا بيتفرجوا عليهم ومبسوطين جدا بالثنائي بتاع شريه وروهان. في الليل ده شريه بتروح بالليل لبيتها ومعاها تورتايه، وده عشان تحتفل بعيد ميلادها لوحدها لان مفيش حد في بيتها معبرها. بتقول امي الوحيده اللي كانت بتحبني وبتحتفل بيا، انت وحشتيني قوي يا ماما، اما مناف وبابا معتبرني مش موجوده اساسا. وتاني يوم صباحا باكرا وهي بتفطر مع بابا بتكون مستنياه انه يقول لها كل سنه وانت طيبه، ولكنه مش بيعبرها وبيقوم يمشي. وبالليل لما بتروح لروهان بتتفاجئ انه عامل لها احتفال كبير جدا بعيد ميلادها. بتقول له انت عرفت عيد ميلادي منين؟ بيقول لها فيسبوك. وبعدين ازاي ما عملتيش حفله لنفسك؟ قالت له لان بابا واخويا معتبرني مش موجوده ومش بيعاملوني كويس. وطبعا روهان بيعاملها كويس جدا وبيرقصوا مع بعض حبه رقص زي الفل، وبيثبت لها انه هيعوضها عن كل حاجه. بتمر ايام من التمرينات مع صحابه وشريه بتتابعه وبتتفرج عليه. وذات يوم وهما بيفطروا مع معمته شريه بتعترف له انها بتحبه، بتقول له انا بتمنى انك تحبيني ولو عشر الحب اللي حبيته المية، 10% بس هكتفي بيه وما اكون راضيه جدا. وبتمر الايام وبيجي يوم المسابقه وروهان وشريه بيعملوا ثنائيه عظمه وكمان بينجحوا انهم ياخدوا جائزه المسابقه. وهم مروحين شريه بتكون فرحانه بتقول له خد معاك الجائزه دي عشان لو
روحت بيها بابا يفتح الحوار ويفضل يسالني فزتي بالجائزه دي منين وانا شامم ريحه ورا وكده، وانا في الحقيقه بحبك يا روهان ومش عاوز دراما. بتحضنه في الوقت ده روهان بيشوف ميا وكأن يعني بترد لها اللي عملته في روهان. هي بتقول لروهان انا لسه بحبك، وشيريا بتتدخل بتقول انت لسه فاكره وبعدين لي دلوقتي. فميا بتقول لروهان ممكن نتكلم في مكان تاني، وروهان الجريح بيوافق يقعد معاها وشيريا بتكون غاضبه جدا. روهان بيحاول يهديها لانه ضعيف قصاد ميا طبعا، وميا بتفضل تكر نعم وتحسس روهان انها ندمانه، بينما شيريا بتقول انت بتتكلمي بجد، انت هتصدق الكلام الساذج اللي بتقوله ده يا روهان. روهان النحنوح بيكون متاثر بكلمه ميا. شيريا بتقول لميا انا حبيبته دلوقتي، انت اخدتي فرصتك زمان وده دوري انا. بتحصل مشاده بين الاثنين والقهوه بتدل على ميا، فروهان بيغضب وبيزعل شيريا بيقول لها امشي لو سمحتي. وبنشوف القهره والحزن والحسره في عيون شيريا اللي شايفه حبيبها لسه بيحب حبيبته القديمه. شيريا بتروح لبيتها وهي مكسوره الخاطر، وتاني يوم الصبح بتقول لبابا انا عاوزه اسافر لمدرسه الرقص في لندن يا بابا. الاخير بيقول لها انا مش قلت لك لا قبل كده ولا لازم امد ايدي عليكي. في الوقت ده بيدخل عليهم روهان الروش طحن وبيقول لبابا بنتك فازت بمسابقه رقص كبيره جدا امبارح، هي شاطره وناجحه وانا متاكد انك فخور بيها. تخيل شيريا كانت خايفه انها تعرفك الانجاز اللي هي عملته، ولكن قلت لها الاب دايما بيكون فخور بنجاح بنته واكيد بابا هيفخر بيكي. بحب اقول لك ان بنتك مذهله جدا يا عمو. بيسلم على شيريا وبيودعها ويمشي. بتمر الايام وبتبدا البطوله الخاصه بالكليات. البطوله دي اسمها كاس الكرامه، والعميد بيتكلم عن نظامها هيكون عامل ازاي، وهم واقفين مناف بيقولوا روهان انا اللي هفوز في النهايه، واصحاب روهان بيتريقوا على مناف وبيحرجوا جدا. بعد الموقف ده مناف واصحابه بيقرروا يهجموا على صاحب روهان، بيطردوه لحد ما بيمسكوه. بيجي صاحبهم الثاني عشان يدافع عنه، ولكنهم بيقدروا يسيطروا عليه ويوقعوا جنب اخوه. في الوقت ده صاحب روهان الثالث بيروح بيقول له الحق دول بيضربوا الفريق بتاعنا يا صاحبي. روهان ما بيصدق ان فرصه انتقامه رجعت له تاني، وبيستحضر قوه التنين الناري ويفضل يجري عشان يلحق صحابه. بيعمل حبه قفزات بهلوانيه زي الفل، وبنشوف قد ايه هو رشيق ولياقته مرتفعه جدا. بيوصل لهم الحمد لله، الف حمد لله على السلامه اخيرا. بيقدر انه يضرب صحاب مناف ويلقنهم درسا قاسيا، ولكن مناف بيواجهه بتحصل معركه كبيره قوي بينهم. مناف بيقدر يوجه له ضربات كتيره في البدايه، وكالعاده روهان بيستحضر قوه التنين الناري وبيعمل حبه قفزات بهلوانيه زي الفل. ضربه في الثانيه وبيكون خلاص مناف هيقع، فروهان بيقدر انه ينقذه وبيكملوا ضرب في بعض لحد ما روهان بيسيطر على المعركه تماما، وبينجح انه يثبت مناف في الارض، واخيرا بيسلكوهم من بعض وبيشدوا على المستشفى. في الوقت ده بتيجي شيريا بتلاقي روهان قاعد جنب ميا، وميا الكياده بتمسك ايد روهان عشان تغيظ شيريا، ولكن روهان بيمسك ايدها هي كمان. ميا بتسال شيريا انت بتحبيه، فشيريا بتقول لها انا بعشقه، ولكن روهان بيحبك اكتر من حبي ليه بكتير، لو سمحتي حافظي عليه واوعي تاذيه ولا هعمل فيكي واسوي يا بت. وكلهم بيبتسموا ابتسامات صحاب اخلاق ومكارم لبعض. شيريا بتقول لميا حافظي على روهان وبتمشي. روهان بيخرج وراها وشيريا بتقول له اوعى تقول ان ميا سابتك تاني وهربت مع الدكتور اللي جوه. بتشكره انه اتكلم مع بابا، وبتعرف ان بابا وافق اخيرا انها تسافر لندن وتتعلم الرقص الاحترافي. وروهان بيقول لها انا بحبك يا شيريا. بالخير بتقول له بس انا مش بحبك. بيحضنوا بعض، وميا لما بتخرج بتتصدم بالوضع. روهان بيرجع تاني يطمن على صاحبه ابهشيك، والاخير بيقول لاصحابه الحمقى الاغنياء دول بيلعبوا كلهم كانهم فريق واحد، احنا برضه لازم نكون زيهم ونتفوق عليهم كمان، لازم نطور من مستوانا. وبنشوف ان الاتحاد حصل بين الفريق وبداوا تدريباتهم العنتريه الهنديه، ويوم ورا تاني الفريق قدراته بتتطور ولياقه اعضائه كمان بتتطور، وده لانهم بياخدوا تدريبات شاقه جدا وبيستخدموا تقنيات في غايه الصعوبه. وبينما روهان واصحابه بيتمرنوا في اماكن طبيعيه على قدهم كفقراء مع بعض. كان مناف بيتمرن مع زمايله في اماكن مخصصه للاغنياء وبها معدات متطوره جدا. ومرور حبه مونتاج زي الفل بنشوف ان مستوى روهان وزمايله وصل لمرحله الاحتراف. بتبدا البطوله واللي بتكون عباره عن كذا منافسه مع بعض، واللي هيفوز في اكبر عدد من المنافسات هو اللي هياخد البطوله. اول منافسه بتكون سباق المنافسات القصير. روهان بيكون متفوق في البدايه وخلاص هيفوز، ولكن مناف فجاه بينجح انه يتخطاه وهو اللي بينتصر. والغريب ان ميا بتسقف لمناف وشيريا بتشعر بالتعجب. بتيجي المسابقه الثانيه وروهان بيكون هو المتصدر، ولكن برضه مناف بيقدر ينتصر للمره الثانيه. ولحد هنا مناف بيفوز بمجهوده والدنيا زي الفل. بيجي وقت السباق الاخير والطويل واللي هو سباق 300 متر، واللي هيفوز فيه هيكون هو الفائز في السباق كله. روهان بيستحضر قوه التنين الناريه وبينطلق عشان يتفوق على جميع المتنافسين، والمره دي برضه مناف بيقدر يتخطاه، ولكن روهان بيكون عنده خطه وبيستحضر قوه التنين الفتاكه وبيفوز اخيرا بسباق 300 متر. كده هو استخدم استراتيجيه مناف ضده. بتستمر المنافسات ومنلاحظ تفوق واضح لفريق روهان، واخيرا بتيجي المسابقه النهائيه واللي هيفوز فيها هو اللي هيفوز بالبطوله كلها. اول ماتش بيكون فريق مناف ضد فريق تاني، وهوبا 1 2 3 اسرائيل شحاته خيطي لي كمي اوعي تقولي لامي. فريق مناف بينتصر بسهوله جدا، والمباراه الثانيه بتكون فريق روهان، ولكن بدايتهم بتكون سيئه وكل اصحابه بيخسروا في المنافسه. بيجي دور روهان ولازم يفوز والا هيخرجوا من البطوله، وكالعاده بيستحضر قوه التنين الناري وبينجح المره دي. بعدها فريقه بيستمد منه الحماس والقوه، مصير الماتش بيتغير 180 درجه والفقراء هم اللي بيفوزوا. بتمر المباريات ومباراه
المباراة في الثانية فريق مناف بيصعد للنهائي، وبالتالي فريق روهان كمان بيصعد للنهائي، ولكن النهائي اكيد هيتلعب في يوم تاني لوحده. تاني يوم ميا بتقف تتكلم مع روهان وبتقول له انا هفضل احبك يا روهان، والمرة دي روهان بيقول لها بس انا مش بحبك، وبيقرر يعتبرها زي اخته. قبل الماتش بيروح جري على جيريا وبيلاقيها قاعدة لوحدها، بيقعد جنبها وبيعرفها انه انفصل عن ميا خلاص. بيقول لها انا اعتبرتها صديقة وزي اختي وبقت في الماضي، اما انت الحاضر بتاعي ومستقبلي يا جيريا، انا عاوز اقضي عمري كله معاكي، تقبلي تتجوزيني يا هبه؟ ولكن هبه مدمه خفيف بتقول له لا انا مش بحبك، يلا شد على البطوله وخد جائزه افضل طالب في السنه. بيبدا الماتش النهائي وفريق مناف بيكون هو المتفوق، كل واحد من فريق روهان بيدخل يهاجم قصادهم بيتمسك بسهوله. الدور بيجي على روهان واللي بيكون الامل الاخير لفريقه، بيستحضر قوه التنين وبيلمس عدد كتير من اللعيبه وبينجح انه يوصل لخط النهايه من غير ما يتمسك، وده بيخليه يقدر يرجع صحابه للمنافسه تاني. وكالعاده اصحابه بيستمدوا من القوه وبيقدروا يرجعوا للمباراه، وطبعا مناف بيكون غاضب جدا. بيجي الدور تاني على روهان ولكنهم بيمسكوا المره دي، مناف الجبان بيكسر كتف روهان، وكده روهان اقوى لاعب في فريقه بقى ضعيف وبيخرج بره وشبه مستحيل يفوزوا بالماتش. مناف بيكمل خطته وبيفضل يتسبب في اصابات فريق روهان واحد ورا الثاني لحد ما تقريبا بيخرجهم كلهم من المنافسه. بيتفضل اخر لاعب لروهان وبيتمسك بطريقه سهله وبيتحط عليه هو كمان. واضح ان فريق مناف مركز جدا وعارف هو بيعمل ايه عزيزي المشاهد. بينتهي الشوط الاول والمدرب بتاعهم بيقول لهم واحد مننا اتصاب وروهان كتفه اتخلع، نعوض السنه الجايه بقى يا رجاله. ولكن روهان بيستحضر قوه التنين الفتاكه وبيقرر يرجع الشوط الثاني عشان ينافس جامد جدا. روهان كتفه بيكون لسه وجعه. الدور المره دي ان فريق مناف يهاجم وبيقدروا يمسكوا اول لاعب. روهان بيجي عليه الدور يهاجم، بيستحضر قوه التنين الناري والمدمر وبينتصر عليهم، وكده فرق النقط بدا يقلب بين الفريقين. بتشوف ان الدور على مناف يهاجم ولكن روهان بيمسكوا بيسلموا للرجاله يعملوا مع الواجب. بتستمر المباراه وفريق روهان بيستمد حماسه وقوته تاني من الكابتن بتاعه لحد ما الفرق بيكون خلاص نقط قليله جدا. روهان بيشارك في الدفاع ضد مناف ومناف بيفضل يضيع في وقت عشان فريقه يفوز، وبينجح انه يفلت من فريق روهان وبينتصر. وروهان بيشعر بالحزن الشديد والقهر عزيزي المشاهد، واثناء ما خلاص يعلنوا ان فريق مناف هو الفائز، حكم الفار بيدي اشاره ان لسه في وقت في الماتش، فاضل ثانيه واحده بس الفريق روهان، وبالتالي جات لهم فرصه اخيره يقدروا يغيروا مصير المباراه. والمره دي لازم روهان يلمس كل لعيبه الفريق المنافس ويفلت منهم من غير ما يمسكوه. روهان بيستحضر قوه التنين النازحه والفتاكه والناريه المدمره كلهم مع بعض. فريق مناف بيعملوا عليه الخطه بيحاصروه، ولكن روهان بيقدر انه يلمس الفريق كله وبيعمل فينش لمناف كمان. فجاه الفريق كله بيحاصره وروهان بيفضل يفتكر حبه ذكريات زي الفل. ونعم عزيزي المشاهد انها الافلام الهنديه كل ده حصل في ثانيه واحده، واخيرا روهان بقوه التنين بيقدر انه يوصل لحد الخط. وكده فريقه الفقير شويه الجرابيع بيفوزوا على فريق الاغنياء النضاف الجمال. الفرحه بتعم هي واجواء السعاده، وفريق روهان بيستلم الكاس، وبعد كده بيعلنوا ان روهان هو افضل طالب في السنه. وبنت الفيلم بروهان ملك الوسامه والشياكه والاناقه، هو رافع كاس ستودنت اوف ذا يير. يا سلام، اما قصه حلوه بصحيحه. ولحد هنا ملخصنا انتهى، ونشوفكم في ملخصات جديده. فما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناه وتشاركونا برايكم في الكومنتات عشان نتكلم مع بعض حبه كلام زي الفل. الفيلم ده من تلخيصي وتسجيلي ومونتاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.